وقبل ما نبدا نخليكم مع واحد الفيديو. كتقول لينا ما نشكروكش، هذا واجب. ما يمكنش السيد الرئيس. كنت السيد الرئيس تنجي قبل المجيء ديالكم مع 8 الصباح، تنبقى حتى 6 العشية ناخذ ستاج. ما عمري نساها، كنسمع هكا في الكولوار. واش باقي هذاك خينا تما؟ فقبل ما يتولى فوزي القجع رئاسة الجامعة الملكية كان واحد تلميذ كرة الصالات والهشام مدكي واحد من الرجال ديال الكرة المغربية. وهذا الفيديو في خاطر الناس اللي كينتقدوا فوزي القجع خصنا نساو على نهاية كاس افريقيا ونساو احداث ديال نركزوا على كاس العالم وما نخليوش الاعصاب تتوتر. واللقطة ديال اليوم ديال ابراهيم دياز واخو ماش كتبين بانه الاوضاع خارجة على السيطرة نوعا ما، فما نخليوش الاوضاع تتوتر ونرجعوا ديك الروح الايجابية اللي كانت في شهر 10 وشهر 11 من بعد تتويج المنتخب ديال الشبان بكاس العالم وطارق سكيتوي بكاس العرب، ونمشيو بواحد الروح زوينه لكاس العالم امريكا. يانيس البكراوي سجل هدفين ضد فريق سانتا كلارا في الدوره العشرين من البطوله البرتغاليه، الهدفين اللي جاوا من ضربه جزاء في الدقيقه 33 والدقيقه 88. وحافظ البكراوي على رتبته الثالثه في لائحه هدافي البطوله ب 15 هدف بفارق 4 اهداف عن المتصدر الدولي اليوناني بافليديس مهاجم نادي بنفيكا، وبفارق هدفين عن لويس سواريز مهاجم نادي سبورتينغ لشبونه. ناصر المزراوي ملي رجع من كاس افريقيا لقى البوست ديالو كيلعب فيه البرتغالي دالو، ومع الاداء الرائع اللي قدمه وايضا النتائج ديال النادي بالصعود للمركز الرابع. ففي مباراه الارسنال المزراوي لعب فقط 3 دقائق، ايضا في مباراه فولهام دخل في الدقيقه 85. هذه هي الضريبه تاع كاس افريقيا في شهر 12 اللي كتشكل مشاكل كبيره المحترفين المغاربه. شفنا في واحد الوقت ياسين بونو كان غادي يمشي لريال مدريد، كانت الاصابه ديال كورتوا الا انه كاس افريقيا ما خلاش بحكم ان فريق ريال مدريد ما يمكنش يتعاقد مع حارس ويمشي ليهم شهر في الفتره الحساسه اللي كان فيها كورتوا مصاب. مع ان ناصر المزراوي قدم كاس افريقيا كبيره وكان من ابرز اللاعبين، ان لم نقل ابرز لاعب في كاس افريقيا كان هو ناصر المزراوي. تحركات جميله شفناها كظهير ايسر وكظهير ايمن، دفاعيا هجوميا. وكرأي شخصي هذه الفتره ما غاديش تطول بالنسبه لناصر، ان شاء الله غادي يرجع الرسميه ديالو. الدوري الهولندي فاينورد وايندهوفن، المباراه اللي عرفت مشاركه 3 لاعبين مغاربه، السيطره ديال فريق ايندهوفن بهدف اسماعيل السيباري في الدقيقه 17 ورفع الرصيد ديالو ل 10 اهداف قبل ما يخرج باصابه من طرف تيرغالين الدولي المغربي الاخر اللي عطب لنا اسماعيل السيباري، اللي كنتمناو انها ما تكونش اصابه مؤثره. وبالنسبه لانس صلاح الدين فهو بقى احتياط، وقع عليه نفس المشكل اللي وقع لناصر المزراوي بعد العوده من كاس افريقيا، واللي تا هو قدم مستوى كبير في المباراه الاولى والثانيه اللي شارك فيها بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي كظهير ايسر. ولكن هذه هي الضريبه تاع كاس افريقيا وكنتمناو لهم غير الخير. مباراه ريال مدريد ورايو فايكانو واللي كيهمنا فيها الدوليين ابراهيم دياز واخو ماش اللي قدموا مباراه كبيره. بالنسبه لابراهيم دياز قدم مباراه كبيره، عطاش تمريره حاسمه واصطاد بيرنتي في الدقائق الاخيره من بعد ما دخل في الدقيقه 10 بلاصه بيلينغهام اللي خرج اصابه. مصائب قوم لقوم منافع. ابراهيم دياز اللي ما لعبش في الرواق الايمن، لعب 10 وسط ميدان هجومي، ضيع كره في الدقيقه 39 اللي كان ممكن انه يسجلها بعد اختراق للدفاع. اخو ماش اللي لعب في المكان ديالو كجناح ايمن دار صعوبات بالنسبه للدفاع ديال فريق ريال مدريد خصوصا من الجهه اليسرى. وكما شفنا ابراهيم اللي دخل لعب قدم مباراة كبيرة. ما عرفتش علاش المدربين ما كيدخلوش انشيلوتي الونسو المدرب الحالي اللي كنتمناو من ابراهيم انه يخرج يقلب على راسو. بغينا نمشيو لكاس العالم، افضل اللاعبين ديالنا يكونوا في الاعلى المستوى باش نقدموا كاس العالم كبير ان شاء الله. ياسر الزبيري وفقا لموقع فوت ميركاتو فقد توصل ناديري الفرنسي الى اتفاق شفهي مع فاماليكا البرتغالي من اجل التعاقد مع المهاجم المغربي ياسر الذي يعد الهدف الاول للتعزيز للنادي الفرنسي عقب انتقال كادر ميتي الى الهلال السعودي. وابدى مسؤولين اعجابهم الكبير بمؤهله المهاجم المغربي الشاب واللي تألق في كاس العالم، ومن المنتظر ان يوقع الزبيري عقدا يمتد ل4 سنوات ونصف مع نادرين في مؤشر واضح على الثقه التي يضعها مسؤولون في امكانياته. وهادشي طبعا عبر فوش ميركاتو، وهادشي اللي كنا كنطالبوا به. فرغم اهتمام الانديه السعوديه او الخليجيه بضم ياسر فهو اختار انه يكمل المشوار تاعو في اوروبا، وهذا كان احسن قرار. وهادشي باش كنطالبوا الجماهير المغربيه ما يمكنش لاعب في عز الشباب ديالو وفي اوج العطاء ديالو انه يمشي الدوري السعودي. ماشي كنحقروا للدوري السعودي، ولكن خص تبقى ديك التنافسيه كما قلنا، خصنا نمشيو لكاس العالم باحسن المواهب ديالنا. ووفقا لموقع تيم تالك تسعى انديه استون فيلا توتنهام ونيوكاسل يونايتد الى تعزيز خط هجوم بالجوده والعمق. وهنا كنتحدثوا بطبيعه الحال على ابراهيم دياز اللي ممكن انه ينتقل في هذا الميركاتو الشتوي قبل الاغلاق ديالو. وقد احسن استون فيلا صنعا بالتعاقد مع تامي ابراهيم في يناير، لكنه بحاجه الى مزيد من الابداع في الثلث الهجومي الاخير، وقد يكون مهاجم ريال مدريد خيارا مثاليا للفريق الانجليزي. فابراهيم قادر على شغل مراكز متعدده وسيساعد في خلق فرص التهديف لزملائه. اما نيوكاسل يونايتد فقد احسن صنعا بالتعاقد مع مهاجمين مميزين خلال فتره الانتقالات الصيفيه،
لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الإبداع، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة أي من الأندية الثلاث سينجح في إتمام الصفقة، وبالتأكيد لن تكون صفقة سهلة، فقد لا يرغب ريال مدريد في خسارة اللاعب البالغ من العمر 26 عام في هذه المرحلة من الانتقالات، حيث يعاني الفريق الملكي بالفعل خط الهجوم، وستكون خسارة لاعب ديناميكي مثل إبراهيم دون القدرة على إيجاد بديل له ضربة قوية للفريق الملكي اللي بغى شي لاعب خصو يعطيه فرصة. شفنا اليوم خدا فرصة وقنع وبدع. فكرأي شخصي هاد الانديه اللي مهتمه به يمشي لاي نادي فيهم، غير ما يبقاش في الريال، ما عطاوهش حقه، وهذا الشيء اللي يستاهلوا الانديه المغربيه في المسابقات الافريقيه. نهضش بركان خسر ب 3-0 مع فريق بيراميدز المصري، هزيمه مذله من بعد هدف ديال محمود زلاكه في الدقيقه 11، والهدف ديال ناصر ماهر في الدقيقه 74، والهدف الختامي ديال احمد عاطف في الدقيقه 80. كنتمناو النهضه البركانيه انهم يراجعوا الحسابات ديالهم قبل ما ندخلوا في الادوار الاقصائيه اللي ما كترحمش. فريق الجيش الملكي عاد بانتصار ب 1-0 من الرباط ضد الفريق الجزائري. الجيش الملكي اللي مستوى متوسط، اللي كنتمناو انهم يرجعوا في المستوى ديالهم حتى هما باش انهم يتنافسوا مع بركان على دوري ابطال افريقيا. الوداد البيضاوي مباراه كارثيه رجع به، هزيمه عشب اصطناعي. الرطوبه كانت شي كدا 70، كانت الرطوبه عاليه، ما كنلوموهمش على هذه الهزيمه. وفي هذا الاثناء انا كنسجل فيديو، هناك مباراه اولمبيكاس في اللي كنتمناو لهم حتى هما انهم يفوزوا في هذا الماتش هذا، باش تكون واحد المنافسه بينهم وبين فريق الوداد على كاس الاتحاد الافريقي، وتكون منافسه بين الجيش الملكي ونهضه بركان على دوري ابطال افريقيا ان شاء الله، ونشوفوا السوبر الافريقي مغربي ان شاء الله.